الحرب الباردة، المواجهة اللي هزت العالم من غير طلقة. في عالم كان مليان خوف وشك، الاتنين الأقوى في العالم كانوا بيحاولوا يتفوقوا على بعض لكن من غير ما يضربوا في بعض. النهاردة هنعرف الحرب اللي كانت باردة بس مليانة نار. أهلا بيكم في قعدة كنبة مع نانسي العشري. الناس بتسمع عن الحرب الباردة لكن مش كل الناس عارفة اللي حصل فعلا. النهاردة بقى هنعرف كل حاجة عن المواجهة اللي غيرت العالم كله. تخيلوا كده معايا عالم منقسم لقسمين، قسم بقيادة أمريكا وقسم تاني بقيادة الاتحاد السوفيتي. الاتنين عندهم أسلحة نووية، الاتنين عايزين يثبتوا إنهم الأقوى، لكن في نفس الوقت مفيش حرب مباشرة بينهم. النهاردة هنعيش مع بعض في قصة الحرب الباردة، المواجهة اللي استمرت لأكتر من 40 سنة وخلت العالم كله يقف على حافة الهاوية. تعالوا بينا بقى نعرف مع بعض مين اللي كسب، وهل فعلا الموضوع كان بارد زي ما اسمه بيقول. جاهزين؟ يلا بينا. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكبر المواجهات في التاريخ اللي كانت زي مسلسل طويل بين أمريكا والاتحاد السوفيتي بس من غير ما يحصل فيها حرب مباشرة، اسمها الحرب الباردة. أول حاجة معانا إن الحرب الباردة بدأت سنة 1947 وخلصت سنة 1991. رغم إنها ما كانتش حرب عسكرية مباشرة أبدا، لكنها شهدت صراع استخباراتي كبير قوي بين المخابرات الأمريكية CIA والمخابرات السوفيتية KGB. طيب إيه سببها؟ بعد الحرب العالمية الثانية العالم انقسم لمعسكرين، واحد بقيادة أمريكا والتاني بقيادة الاتحاد السوفيتي. الاتنين كان عندهم أفكار مختلفة عن الحكم والحرية، فبدأوا يتنافسوا على النفوذ في العالم. أمريكا كانت بتدعم الرأسمالية والديمقراطية، أما الاتحاد السوفيتي فكان بيشجع على الشيوعية. طيب إيه الأحداث المهمة اللي حصلت في الحرب الباردة؟ أول حاجة حصلت من سنة 1948 لسنة 1949 حصل حصار برلين. الاتحاد السوفيتي حاصر برلين عشان يضغط على الغرب، تقوم أمريكا وبريطانيا وفرنسا يعملوا جسر جوي عشان يوصلوا أكل ومواد ووقود لأهل برلين، ودي كانت واحدة من أول المواجهات الكبيرة. تاني حدث مهم وهو السباق نحو الفضاء. يعني ايه؟ الاتنين كانوا عايزين يثبتوا ان هما الاقوى، فبدأوا يا سبحان الله يتنافسوا في الفضاء، مين اللي هيطلع الفضاء الاول. فالسوفيت راحوا مطلقين اول قمر صناعي وسموه سبوتنيك، وكمان اطلقوا اول انسان في الفضاء وكان اسمه يوري جاجارين. تقوم امريكا تسكت؟ لا ابدا، ردت على السوفيت بارمسترونج على القمر. نيجي بقى لتالت حاجة مهمة حصلت في الحرب الباردة، وهي أزمة الصواريخ الكوبية سنة 1962. إيه اللي حصل في الموضوع ده؟ دي كانت من أخطر المواقف لأن أمريكا اكتشفت صواريخ سوفيتية في كوبا، ودي كانت قريبة منها، والعالم ساعتها كان هيوصل لحرب نووية، لكن في الآخر الاتنين اتفقوا وهدوا الموقف. الحرب الباردة دي بقى يا جماعة كان ليها شوية جواسيس، ودي هنتكلم عليها بعدين. بس اللي هنتكلم عنه في الحلقة دي، الجواسيس دي كانوا بيستخدموا أدوات غريبة ومبتكرة جدا وبتعكس مدى التطور التكنولوجي والذكاء اللي كان بيستخدم في الحرب الباردة. هقول لكم بقى بعض من الأدوات اللي كانوا بيستخدموها عشان تعرفوا الذكاء الاستخباراتي اللي كانوا بيعملوه. أول حاجة كان في حاجة اسمها الحذاء الجاسوسي. ايه الحذاء الجاسوسي ده؟ الاتحاد السوفيتي كان بيستخدم لا مؤاخذة جزمة خاصة جدا بتسجل كل الكلام اللي بيتقال. الجزمة دي كان فيها ميكروفونات صغيرة، والجاسوس من هنا كان يلبس الجزمة دي ويقدر يسجل كل المحادثات والكلام اللي بيتقال من غير ما حد يحس بيه. لا استنوا، مش بس الجزمة، لا
ده في الزرار الجاسوس. ايه الزرار ده بقى كمان؟ الزرار ده كان عبارة عن كاميرات صغيرة جدا كانت بتستخبى في الزراير. الواحد من هنا يلبس القميص بتاعه وزرايره مليانة الكاميرا، وتقدر الزراير دي تلقط اي صورة او فيديو من غير برضو ما حد يحس. ما انت لابس قميص، هو انا برضو هشك ان انت لابس كاميرا؟ ودي كانوا بيستخدموها في عمليات المراقبة. نيجي بقى للقطة الجاسوسة. شوفوا الذكاء والدهاء لدرجة ان هم كانوا بيستخدموا الحيوانات كجواسيس. ازاي الكلام ده؟ امريكا حاولت تستخدم قطة كجاسوسة، فكانوا بيحطوا أجهزة تصنت في جسم القطة القادرين، والقطة دي طول ما هي ماشية في البيت أو في أي حتة بتسجل كل حاجة. وطبعا يا جماعة الموضوع فشل، لأن القطة كانت بتتصرف بشكل طبيعي. ما انت ما ينفعش تروض قطة، لأن القطة ما كانتش بتسمع كلامهم. فطبعا القطة الجاسوسة فشلت تماما. واستخدموا كمان السماعة اللاسلكية، ودي طبعا كلنا عارفينها مش عجبة يعني، بس على أيامهم كان اختراع. ودي كانت أجهزة صغيرة جدا بتسجل الرسائل وتبعتها بشكل سريع جدا في جزء من الثانية، وجزء من الثانية دي عشان يتجنبوا ان هما يتكشفوا. ما انت مش هتلحق في جزء من الثانية تكشفه. كمان بقى في حاجة قوية جدا استخدموها، العملات، الكوينز يعني. العملة الجاسوسة، ايه العملة الجاسوسة دي؟ كوين ديد دروب. ودي كانوا بيستخدموها كطريقة لتبادل المعلومات. كانوا بيستخدموها الجواسيس عشان يتبادلوا المعلومات بينهم وبين بعض. فكانت مجوفة من جوه، مخرومة يعني من جوه، وبتتحط فيها الرسالة الصغيرة، والجاسوس التاني كان بياخدها من مكان متفقين عليه. نيجي بقى السادس اختراع من اختراعهم، وهو القلم المسموم. وده اللي الاتحاد السوفيتي اخترعوه. كان عبارة عن أقلام خاصة فيها إبرة صغيرة، والإبرة دي كان فيها سم. الجاسوس من دول يقدر يستخدمها عشان يقتل أي حد بشكل سري من غير ما يسيب وراه أي دليل، لا من شاف ولا من دري. نيجي بقى للأجهزة المغناطيسية أو المagnetic devices، ودي برضو اخترعوها عشان يتصنتوا على الكلام من خلال الحيطة. فكان الجاسوس من دول يحط لك الأجهزة المغناطيسية دي على الحيطة، والجهاز كان بيحول الاهتزازات دي لأصوات زي ما بقولك كده. ومن الحاجات التانية اللي استخدموها الأجهزة المزودة بالليزر. أمريكا كانت بتستخدم الأجهزة دي عشان تلقط الاهتزازات من الشبابيك وتسمع المحادثات والكلام من بره المبنى. آخر اختراع معانا بقى الأجهزة المتنكرة أو everyday objects. الاتحاد السوفيتي عمل ايه بقى؟ كان بيخبي أجهزة تصنت في حاجات يومية بيستخدمها الإنسان العادي، زي علب السجاير، الولاعات، حتى الألعاب. كانوا بصراحة مش مخليين حاجة إلا ما حطوا فيها أجهزة تصنت. بس الشهادة لله كانوا أذكياء جدا، والحاجات اللي كانوا بيخترعوها دي كانت بتعكس مدى ذكائهم في عالم الجاسوسية. يعني من الآخر كده أدوات الجواسيس دي من الجزم للقطط، قصص الصراحة غريبة قوي من الحرب الباردة، بس اديني قلتها لكم عشان يبقى كلنا عندنا علم. ودي الأدوات اللي غيرت لعبة التجسس. طيب لكل حرب نتائج. ايه هي نتائج الحرب الباردة دي بعد كمية الأجهزة والاستخبارات والحاجات اللي هم عملوها؟ أصل بصراحة يعني بعد كمية الأجهزة والقطط والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، فلازم أكيد يحصل نتائج. ولو ما كانتش نتائج مشرفة، لا ده أنا هزعل قوي وأجيب ناس تزعل. خلينا نعرف ايه هي نتائج الحرب الباردة. أول حاجة، وده طبعا بديهي، تطور تكنولوجيا التجسس زي الأقمار الصناعية والكاميرات الصغيرة أو المصغرة. والتطور ده استمر حتى بعد الحرب الباردة، ووصل بعد كده لاستخدام الإنترنت والذكاء الصناعي في التجسس الحديث. وتاني نتيجة معانا إن ازداد التوتر بين القوتين. ازاي بقى؟ لأن كل طرف كان عايز يعرف أسرار التاني، وده خلق جو عدم ثقة بينهم وخوف من الحرب النووية. ثالث نتيجة للحرب الباردة إن في أحداث تاريخية كبيرة حصلت، زي أزمة الصواريخ الكوبية مثلا اللي اكتشفوها سنة 1962، وكمان سقوط حائط برلين سنة 1989. فالمعلومات الاستخباراتية ساعدت في فهم الوضع في ألمانيا الشرقية، وده اللي ساهم في سقوط الحائط ونهاية الحرب الباردة. رابع نتيجة معانا وهي تأسيس وكالات استخباراتية
قوية في القوتين، في أمريكا والاتحاد السوفيتي. أمريكا أسست وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وأسستها عشان تواجه التهديدات اللي بتجيلها من الاتحاد السوفيتي. والاتحاد السوفيتي أسس جهاز الاستخبارات السوفيتي KGB، وكان واحد من أقوى الأجهزة الاستخباراتية في العالم كله. نيجي لخامس نتيجة معانا، إن الحرب الباردة أثرت على الثقافة الشعبية وخلقت شخصية الجاسوس في الأفلام والكتب، زي مثلا جيمس بوند. وأجهزة KGB بقوا جزء من الثقافة العالمية. الحرب الباردة كمان أثرت على العلاقات الدولية، فحرب الجواسيس خلت كل الدول تاخد حذرها، بقوا يخاف، وده خلق نظام عالمي مبني على الشك والحذر. طيب أكيد طبعا مع كل حلقة ومع كل موضوع في دروس مستفادة لازم نتكلم عنها. فيا ترى إيه الدروس اللي إحنا ممكن نستفيدها أو اللي استفادها العالم كله من الحرب الباردة؟ الحرب دي علمت العالم كله إن التنافس بين الدول ممكن يوصل لتطور تكنولوجي، لكن في نفس الوقت ممكن يخلق مشاحنات وتوترات بينهم. فنتائج الحرب الباردة غيرت العالم. وعشان نختم حلقتنا، فاحنا لازم نقول ان الحرب الباردة كانت اكتر من مجرد صراع بين امريكا والاتحاد السوفيتي. لا، اسمحولي، ده كان بداية لعالم جديد مليان تحديات وتغيرات. الاتنين كانوا عايزين يثبتوا قوتهم، لكن في النهاية التاريخ أثبت إن التنافس بين الدول ممكن يخلق تقدم، لكن كمان ممكن يوصلنا لحافة الهوية. في الحلقة الجاية هنكشف عن الوجوه اللي كانت ورا الكواليس، وهم جواسيس الحرب الباردة. هنعرف ناس خانت بلدها وناس ضحت بكل حاجة عشان تحميها. الموضوع هيبقى مليان تشويق ودراما، فما تنسوش تتابعونا واستنونا الحلقة الجاية في قعدة كنبة. سلام.